انت شايف ان الاعتراف بالغلط حركة ذكية ولا حركة فيها ضعف؟ يا ترى في طريقة انك تكون صح على طول؟ اتفرج معانا على الحلقة دي عشان تعرف الأجوبة على الأسئلة دي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست ظبط وكلمني، معاكم الهوست ماكسز والكو هوست دوحة. احنا نبتدي بالسؤال اللي هو أنهي أحسن، إنك تعترف بغلطك ولا دايما تبقى على حق؟ أنا شايف إن الأحسن اللي هو اللي أنت تعترف بغلطك طبعا، يعني ده يخلي العالم اللي احنا عايشين فيه يطاق إن أنت تعيش فيه أكتر. والتعلم بالغلط من الغلط أصلا بيخلي الإنسان يتطور من نفسه ويتحسن. يعني حتى لو انتوا سمعتوا عن حاجة اللي هي الناتشورال سelection، ده اللي هو الكائنات اللي ما بتتكيفش وما بتتعلمش من أخطائها بتموت، بتنقرض. لكن اللي هم اللي بيتعلموا وبيتكيفوا هم دول اللي بيفضلوا عايشين. هو اصلا يعني كون ان انت بتقول ان انت غلطت بيخليك كده تزيد في نظر الناس يعني. المشكلة برضو إن مش كل الناس نظرتهم ليك بتزيد، أو أنت بتزيد في نظرهم أقصد. الصراحة في ناس مثلا تقول لك ايه لما يلاقوك كده بتعترف بغلطك يقول لك ده تلاقيه ضعيف، فاهم؟ ادوس عليه اكتر بقى، اهين فيه اكتر طالما هو اعترف بغلطه. بالظبط، اللي هو بدل ما يحترمك اكتر بيقول الانسان ده عادل وكده، لا اللي هو بقى ايه، ده انا هفرض سيطرتي على الشخص ده، بقى ده انا اعمل اللي انا عايزه معاه، مفيش حدود بيني وبينه، هتعدى على الحدود دي. ده يخليني برضو نرجع للسؤال الاساسي اللي هو اني احسن، انت تعترف بغلطك ولا دايما تبقى على حق؟ يعني خلينا نتكلم عن ميزات ان انت تبقى دايما على حق كرسائل. اللي انا شايفه ان زي ما انت ممكن تزيد في نظر الناس لما تعترف بغلطك، برضو انا شايف ان ممكن تزيد في نظر الناس برضو لو انت على حق دايما. حسب ما انا عشت في حياتي انا لاحظت ان في ناس من النوعية دي. يعني انا قابلت ناس من النوعية دي، واخد بالك؟ يعني افترض اتنين بيتخانقوا، ماشي؟ كل واحد منهم عنده مصلحة عايز يلبيها، كل واحد منهم عنده وجهة نظر منطقية، بس تلاقي ان ايه، كل واحد منهم بيقول على التاني ان هو شرير عشان يلغي المنطقية بتاعته. واللي انا ببقى واخد بالي منه ان لما حد مثلا بيجي مثلا بيتكلم على حد، تمام، كل واحد فيهم بيكون عنده فكره مختلفه، تمام، فبتلاقي الفانز مثلا بتوع اي حد منهم اول لما يلاقي واحد بيتكلم على افكار التاني وبيثبت قد ايه افكاره دي غلط، تمام، ايا كان الرد، تمام، هيلاقيهم بيقولوا هي ده معرفش فشخ جبهته، ده معرفش كسب، فاهم حاجه؟ فده مثال الصراحه انا بشوفه ان مثلا في ناس بيكون عندها انحياز، مثلا اللي هو انت صح عشان انت بنفس افكارنا ونفس دماغنا وكده، وعشان التاني ده وحش واحنا ما بنحبوش وكده، فاي حاجه التاني ده هيقولها اكيد اكيد هتكون غلط، واي حاجه انت هتقولها هي اكيد صح. بالظبط، الفكرة ان هما عشان شايفين الشخص ده مختلف عنهم، فتلقائي كده اللي هو ايه، ده شرير، ده مفيش منطقية خالص في وجهة نظره. انت كنت بتقول هل انت تفضل الشخص الصح دايما واللي ما بيغلطش خالص، ولا تقول ان انت بتغلط عادي؟ انا بقول تقول ان انت بتغلط عادي. لو بقى لقيت ناس تانية بتستغل الموضوع ده وبتحاول بقى تقلل منك، اقطع معاهم مثلا او حط لهم حدود. المفروض تحط حدود لأي حد بيحاول ان هو يقلل منك اصلا، سواء في الموقف ده او في اي موقف بشكل عام. هو بس خليني اقول برضو ان ايه، مش كل الناس بايديها انها تقطع علاقتها مع اي شخص بيستغلهم او حاجة زي كده. مش لازم تقطع علاقتك بيه، انت حط حدود بينهم. ماشي، حط حدود، بس في نفس الوقت ايه، الشخص التاني ده بالفعل اثبت ان هو على حق عشان انت ما حاولتش تثبت ان انت اللي على حق، فانت خسرت ضده. ماشي، هو انت لو قلت له جملة انا قلت لك اني غلط مثلا عشان انا محترم نفسي، هتلاقيه كده ايه، هيحس ان انت قوي علشان انت معترف ان انت غلطت. مش عارف، انا حاسس ان مش كل الناس نظرتها تبقى كده، ومتهيألي بالذات في الشغل كمان يعني. الشغل مثلا ايه، مش عارف، في حاجات غامضة غامضة كفاية
او مش ابيض واسود كفايه ان انت تقدر تقول انا على حق ومتاكد من كده، لا. هو ما فيش ابيض واسود. يعني لو انت عملت حاجه مثلا وضيعت فلوس مثلا كتير زي ما انا عملت مره، يعني المهم مش هتعرف تتكلم تقول حاجه يعني. انت مضيع لهم فلوس كتير مثلا، لو في حد مثلا لو الفلوس دي مثلا راحت خالص تمام، او كان الفلوس كتير جدا، مش هتعرف تعمل حاجه يعني. لكن احنا بنتكلم في الموقف اللي هو العادي، اللي هو الموقف اللي هو مثلا لو في موقف مع الأسرة مثلا، لو في موقف حصل معاهم، أو مع أو مع حد من الشغل عندك، وموقف عادي، موقف عادي مش بقى شغل أو حاجة كبيرة، فاهم؟ ماشي، انا معاك في حته ان الشخص يعترف بغلطه، اكيد ده افضل بكتير من ان انت تحاول ان انت تبقى صح وانت مش صح مثلا. بس الفكره ايه برضو يعني في طرق خداعيه ممكن الواحد يستخدمها عشان يثبت بيها ان هو صح. يعني افترض مثلا ان انت زعلت حد منك، قول مثلا ان انت ضربته على قفاه مثلا، ماشي. بعدها الشخص ده اتضايق منك، انت ضربتني على قفايا وبتاع، فانت تقول له انت اللي بتتضايق بسرعه، او انت اللي حساس. بطريقه مخادعه طلعته هو غلطان بدل ما انت تكون انت اللي غلطان، واخد بالك؟ لا، أنت كده ما طلعتش نفسك غلطان ولا حاجة، أو ما طلعتوش هو غلطان. لا، طلعته هو. أنت كده أثبتت إن أنت وقح بس. مش فاهم يعني. بطريقتي انا شايف برضو ان بطريقه ما ممكن تخدع اللي قدامك وتطلعه غلطان. اتفرج بقى على حلقة المغالطات المنطقية اللي عملناها من كام شهر دي، عشان بقى تشوف ازاي تعمل الكلام ده. ما بالظبط ده اللي اقصده، ان هو ممكن حد يستخدم مغالطة والتاني ما يبقاش داري ان دي مغالطة اصلا، ويطلع ان هو ايه، هو اللي حساس ولا بتاع. وعلى فكرة دي بتحصل كتير مع الولاد، يعني الشباب اكتر بطبعهم بتلاقي فيه شوية حماس زايد او حاجة زي كده، هزار هزار تقيل، فتلاقي يعملوا الحاجات دي مع بعض، واخد بالك؟ هو الموضوع ده كان بيحصل لي لما كنت في ثانوي تقريبا، او لما كنت لسه في جامعة. حد مثلا يجي يهزر معايا فاقول له انا متضايق من كذا كذا، يقول لي طب ما انا بهزر نفس الهزار ده مع فلان وفلان وفلان، طب ما انا فلان بيهزر معايا نفس الهزار ده وعادي يعني، فاهم؟ فبيحاول يستخدم اللي هو عشان انا قابل، يبقى انت كمان لازم تبقى قابل. هي فكرة ايه اللي انا عايز ادي مثال عليه برضو، اللي هو حاجة كده جت على بالي، اللي هي ايه، وانا بلعب لا الالعاب اللي انا بلعبها دي، في اللعبة بتلاقي في خاصية ان انت تعمل سيف للجيم، تسجل اخر حاجة وصلت لها في اللعبة قبل قرار مهم مطلوب منك ان انت تعمله، مثلا ان انت تتكلم مع حد وتقنعه ان انت تاخد منه 50% مثلا من الارباح بدل 25%. فاللي هو ايه، حركة كده بنعملها اللي هو الجيمرز ان احنا نسجل اللعبة بعدها نقوم نكلم الشخص ونقنعه اللي هو ايه، عايزين 50% من الارباح. لو فشلت نقوم نعمل ايه، لود للجيم اللي مسجلينه ونعيد من الاول، نفشل تاني لغايه ما ننجح بطريقه ما. فده خلاني افكر لحد ما اللي هو ايه، انا شايف ان انت تقنع نفسك، تقنع غيرك بان انت صح. انا شايف ان ده ممكن لو انت بامكانك ان انت تعيد المحاوله ما لا نهائي. طبعا ده مش ممكن في ارض الواقع، احنا عايشين في الدنيا يعني مفيش حاجه اسمها ترجع بالزمن، صح؟ بس انا شايف ان انت لو اتعلمت او اخدت خبره كفايه في التواصل، ممكن بطريقه ما تقدر ان انت تكسب حوار. يعني مش عارف، انا تخيل ان انت تقدر تبقى صح على طول. يا ترى دي حاجة حلوة ولا لا؟ طيب انت ليه عايز توصل لكده اصلا؟ يعني ليه انت عايز توصل لكده؟ يعني انا مثلا لما اجي اتعامل مع حد مثلا، اللي هو لا، لو انا غلط هقول انا غلط، تمام؟ مش عشانه هو، لا، علشان شكل انا قصاد نفسي. طز فليعظ، بص، فليحترق العالم، بس عشان شكلي قصاد نفسي ابقى انا راضي عن نفسي. طب افترض كونك ان انت صح هيبقى في مصلحتك، افترض ان انت كونك ان انت صح هيجيب لك فلوس اكتر، هتكسب من ان انت تكون صح على طول،
ساعتها هتقول برضو اعترف بغلطي ولا هتعمل ايه؟ هل انا مثلا هكسب فلوس لكن على حساب حد مثلا، على حساب ان اذي حد؟ هو اكيد هيبقى فيها اذى لحد. لا. مش عارف انا بتكلم عن الموضوع ده ليه، بس هي فكرة جت على بالي، اللي هو تخيل ان انت صح على طول. مش عارف. الناس اللي هيتفرجوا على الحلقة دي هيقولوا عليا سايكوباتي. مع ان انا مع ان انت تعترف بغلطك، انا مجرد فكرة جت على بالي، اللي هو ان انت تبقى صح على طول. واصلا ما فيش حد هيوصل لحد الجزئيه دي اصلا الا نانسي يعني. ماشي، احنا وصلنا لحتة ايه؟ اه، في فعلا ناس كتير ما بيعترفوش بغلطهم، ولا في ناس كتير بيعترفوا بغلطهم عادي؟ انا بشوف ان هل في مصر بيتعاملوا مع نفسهم على ان هم جادز، ايجيبشن جادز، امون راع بقى فاهم، والناس الجميله دي اللي هو من 20 سنه انتوا معرفش عملتوا كذا اثر على نفسيتي لغايه دلوقتي. ايه احنا ازاي بس تقول كده؟ يا ابني احنا اب وام مصريين يا ابني، احنا عمرنا ما غلطنا في حياتنا يا ابني. طب انت متفق معايا في وجهة نظري ان في ناس بالفعل ما عمرهم ما بيعترفوا ان هم غلطانين؟ بتشوف انت الكلام ده؟ بشوفه مع الناس الكبار كتير، اللي هو ايه، اللي انا ملاحظه في الناس اللي هم الكبار في السن بالذات، ان هم دايما بيحتكموا بعمرهم في انهم ما يطلعوش غلطانين خالص، اللي هو ايه، انا اكبر منك، انا فاهم اكتر منك، فانا اللي صح وانت اللي غلط. مش الكبار في السن بس، هو في ناس كتير كده ممكن تلاقيه بتاع 40 سنة ولا حاجة بيقول لك الأكبر منك بسنة إيه، الأكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، فاهم؟ هو بص، اللي انا ملاحظه ان الكبار بتلاقيهم نادرا ما بيعترفوا بغلطهم، وبعدها تلاقي الصغيرين عيالهم بيلقطوا منهم الطباع دي، ويبتدوا هما يتصرفوها كمان في حياتهم. ما هي بتبدأ بكده. هو بص، هقول لك حاجة برضو. هقول لك حاجة برضو، انا ممكن يكون كلامنا ده نابع من ان انا وانت مش بتوع مصلحتنا قوي، يعني مقارنة بناس تانية. لان انا شفت ناس تانية بتلاقي مصلحتهم دي مهمة قوي، اللي هو ايه، ممكن يستغلوا غيرهم عشان يلبوا مصلحتهم. يعني كمثال مثلا في الكلية، تلاقي الحركة دي تحصل كتير. قول انت مثلا فريق اهو، وعليكم شغل المفروض تعملوه، فيلاقوك انت شاطر في الحاجة دي، فيقوموا ايه، الفريق ما يشتغلش، يقولوا لك اعمله انت. ده موقف حصل معايا بالفعل. فاللي هو فاللي هو تلاقي جدال حصل بقى، اللي هو ايه، انا مش هعمل البتاع ده لوحدي، المفروض انتوا كمان تعملوا. فتلاقيهم هما اللي هو ايه، يطلعوا يحسسوك ان انت الغلطان، انت بقى واخد بالك مش عايز تعمل حاجة. مم. وتلاقي بقى الجدال شغال رايح جاي رايح جاي يعني كده. آه، أيوه. وتلاقي واللي انت بتتكلم معاه ده تلاقيه مقتنع ان حته ان انت تعمل الشغل ده لوحدك حاجه ضروريه ولازم تتعمل. هو انت كده اللي تستعبط واخد بالك. لو ما عملتهاش دلوقتي هنتأخر على ما هنسلمه، فيعني لازم انت تعمله عشان انت اشطر واحد فينا. ايوه. اه بالظبط. ده طبع في الناس يعني، مش في كل الناس طبعا، بس يعني في ناس كتير يعني. بالظبط، مش في كله يعني. هو نرجع للسؤال الاساسي، اللي هو انهي احسن، تعترف بغلطك ولا دايما تبقى على حق؟ انا شايف ان تعترف بغلطك طبعا، حتى لو هتسقط في نظر غيرك، طز فيهم، ما تتعاملش معاهم تاني، ارسم حدود بينك وبينهم، ما تخليهمش يستغلوك. انت بتعترف بغلطك عشانك مش عشانهم هما، فبس يعني. اعمل الصح. اه الناس اللي شافت الفيلم هم اللي هيفهموا انا قصدي ايه. طبعا عشان انت فلاح من فلاحين امريكا، فمش هتعرف انا بتكلم في ايه. فلاح من امريكا. شكرا لكل واحد يتفرج على الحلقة دي، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. قولوا لنا في التعليقات انتوا بتعترفوا بغلطكم ولا لا. باي.